في اليوم التالي تتصل بيكا برون لتخبره بأنها ستعمل نوبتين متتاليتين بينما يبقى هو في المنزل يشاهد مباراة. لكن الفكرة لا تفارقه، فيقرر الذهاب إلى النادي السري مرة أخرى، هذه المرة للمشاهدة فقط. وقبل أن يتجاوز حدوده لم يكن مرتاحا، ويقوم شخص مجهول بتصويره سرا، ويغادر المكان سريعا عائدا إلى منزله. في صباح اليوم التالي وأثناء خروجهما للجري يخبر رون زوجته بحقيقة صادمة، أن فرصته في الإنجاب ضعيفة جدا، لكن عند عودته إلى المنزل يجد مفاجأة غير متوقعة، اختبار حمل إيجابي. تبدأ الشكوك والغيرة في التسلل إلى قلب رون، وتزداد أكثر عندما تصل باقة زهور غامضة إلى بيكا من شخص مجهول. لاحقا يعترف رون لماكس في صالة الألعاب بأنه ذهب إلى النادي بمفرده، وأن فكرة تبادل الأزواج كانت خطأ من البداية. وفي الوقت نفسه تذهب بيكا إلى النادي لتنهي علاقتها بماكس بعد أن أصبحت حاملا. تطلب منه التوقف عن إرسال الزهور، لكنه ينكر ذلك تماما. وفي تلك اللحظة يتم تصويرهما سرا مرة أخرى. تقرر بيكا إجراء فحص لإثبات الأبوة قبل الولادة. تمر الأيام ويجتمع الأربعة في حفل جديد، وهناك يشعر رون بأن ميندي تنجذب إليه. وفي محاولة لتصحيح مساره يحصل رون على فرصة عمل لتأسيس شركة في مجال البناء، لكن الأمور تتصاعد إذ تصل إليهما هدية غريبة عبر البريد، سرير طفل صغير وبداخله دمية مخيفة. هنا يدرك الاثنان أن أحدا يراقبهما. وفي عشاء آخر داخل القصر تأتي الصدمة، حيث تسرب صور لرون في النادي وأخرى لبيكا مع ماكس. تنهار الحياة تماما، يفقد رون عمله، ويقطع ماكس وميندي علاقتهما بهما. تمر الأيام وتذهب بيكا لاستلام نتيجة فحص الأبوة دون أن تفتحها، وعند عودتها تجد مشهدا صادما. رون مقيد على السرير، وميندي تقف أمامه وتهدده. تكشف الحقيقة أنها كانت تراقبهم منذ البداية، وأنها هي من قامت بتصويرهم جميعا. ويتضح أنه لم يكن فضولا بل هوسا خطيرا ببيكا. تعلن مشاعرها تجاه بيكا وتجبرهم على مواجهة الحقيقة. تتظاهر بيكا بمبادلة تلك المشاعر، وتستغل الفرصة لتوجه ضربة قاضية تنهي بها الأمر. تصل الشرطة وينتهي الكابوس. تبكي بيكا في أحضان زوجها، ثم تفتح نتيجة فحص الأبوة لتكون المفاجأة الأخيرة. رون هو الأب الحقيقي. وهنا تنتهي القصة.